الحي اللي وراي ده حي ما طبيعي. الحي اللي وراي ده حي يقع في وسط الرياض، ده حي غبيرة. واكيد كل السودانيين وكل الناس سمعوا بحي غبيرة، بحكاويه، بقصصه، وحتى ببلاويه. والناس بتسأل ليه انا في الحي ده. الليله صراحة انا جاي في زيارة لاخواننا السودانيين عشان نشوف اوضاعهم واحوالهم والنشاطات بتاعتهم اللي بيقوموا في الحي ان شاء الله. كل الناس خلوكم معنا وتابعونا، واهلا وسهلا بكم في غبيرة. واحدة يعني حضرت لها فيديو كده بتقول غبيرة الكثير خيرة، غبيرة الكثير خيرة، شفتها كده. فهي قد تكون الاشاعات والكلامات بدون ما تقصد هي تسيء للمنطقة ولناس المنطقة، وهي ما قاصدة في بالها انها تسيء. طبعا غبيرة زي ما انتم شايفين وزي ما عارفين يعني باعتبارها الوطن الاصغر في وقت المملكة العربية السعودية بالنسبة للسودانيين يعني عامة، اللي هي ملتقى يعني ثقافي اجتماعي، المطاعم السودانية، المقاهي، اي منتجات سودانيه الواحد بيحتاجها كسوداني في المملكه العربيه السعوديه، يعني غبير بتوفر لنا الكلام ده كله وتوفر الحمد لله. وزي ما شايفين الدنيا ما شاء الله يعني كلها سودانيين، يعني ما بتحس بالغربه هنا في غبيره صراحه. والله هم غبيره دي سوق. نعم. والسوق ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال شر البقاع في الارض. نعم. لكن تاني بتعتمد على نيه الشخص اللي جاي للسوق ده. فانا ما بنكر لك انه قد يكون في شخص عاطل او اثنين عاطل، لكن ما كل الناس دي كلها عطاء. معظم الناس اللي بتتكلم دي ما جات غبيره شافت بنفسها، يعني هو بتسمع، واي واحد بيسمع بيوصل للزول الثاني شنو بيزود لها حبه بهارات. طبعا دي المنتجات السودانيه، ملاحظين؟ دي المنتجات السودانيه دي. في ناس عارفين الكلام ده؟ دي المنتجات السودانيه. دي شنو يا عبد الاله؟ دي المفاريك. ها؟ ايوه عشان ما يقولوا ما في. دي المفاريك، ودي ده الليف، وده شنو؟ الشرغله. ده عندي شباب. السلام عليكم، ان شاء الله طيبين يا كيف الاحوال؟ من وين انت اخونا بالبدايه؟ حي يوسف. حي يوسف وين؟ شرق النيل. انتوا ناس اولاد قليوه. ايوه هي زادت. والله احسن ناس سودانيين. نعم والله احسن ناس، اخواننا وحبايبنا والله. تسلم يا اخي، مشكور يا اخو، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ان شاء الله كويس. انا سوداني ابيض. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في منطقه غبيره. الان انا في وسط غبيره، الان انا في شارع غبيره العام او تقاطع شارع غبيره العام مع طريق فرعي، وخاشين على المنطقه بتاعت غبيره. معي الصديق اللي بيمشي معي يعني الليله المؤازرني اللي هو عبد الاله. السلام عليكم. السلام. كيف الاحوال يا عبد الاله؟ ان شاء الله طيب يا اخي، كيف الاحوال؟ نحن مخشين غبيره. غبيره والله منطقه طبعا جمعوا فيها السودانيين وما شاء الله، يعني كل الحاجات السودانيه بتلقاها، لو من التوابل ومن المأكولات، يعني كل الاغراض السودانيه. ايوه حاجه تذكرك السودان والبلد وما فيها كلام، يعني الحمد لله. خلاص نحن الكلام ده نحن ما حنقدر نقوله الا نحن ماشيين هناك ونشوفه بعيننا طبعا. جدا يعني ان شاء الله نمشي كده ونخش. نبدا من وين؟ نبدا من الشارع بتاع التأثير مع الشارع العام اللي هو شارع غبيره العام. أيوة. خلاص نمشي شارع غبيره العام ونمشي كده. قبل ما نخش على شارع غبيره العام اديكم بعض المعلومات كده عن غبيره. غبيره طبعا حي شعبي، وحي شعبي يقع في نص الرياض تقريبا. والحي ده يعني موقع استراتيجي جدا. الموقع ده خلى انه كل المحلات رجال الاعمال والتجار انه يجوا يعملوا شنو، يأجروا المناطق هنا. عشان كده تلقى حي غبيره عباره عن مجموعه كده من سوق، يعني صح؟ عباره عن سوق، يعني بقى اكثر من انه يكون شنو، من انه يكون منطقه سكنيه. بتلقى فيه السودانيين طبعا اكثر جاي للسودانيين، بتلقى فيه السودانيين واكثرهم يا هم شغالين هنا.
نحن الآن في شارع غبيرة العام، وزي ما قلنا نزلنا هنا عشان نشوف أحوال السودانيين وأوضاعهم كيف وأخبارهم شنو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيب يا أخي. كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيبين الحمد لله. كيف أحوالك؟ الحمد لله. إن شاء الله طيبين. صح ان شاء الله طيب. مين معنا أخو؟ معك عبد الله موسى عيسى. من وين أنت عبد الله؟ لا من اولاد الخرطوم، انا ناس من جنب الكردفاني. جنوب كردفان. والليلة مالك في غبيرة؟ والله انا جيت الغبيره عندي صاحبي اخي عندنا برنامج شغل وما شغل. هو هسه انا قاعدين في الرياض هنا، يعني مناطقنا بعيده ما بتتم الا شنو؟ في غبيره كده. عشان كده هذول جيت هنا عشان داير الاقيه نتلاقى هنا ونتم برنامجنا معه، برنامج الشغل شنو؟ وبعدين نتفترق ثاني. يعني غبيرة بالنسبة لكم شنو يعني؟ والله بالنسبه لنا زي نروح السودان كده، يعني زي منطقه السوق العربي يعني كده. تتذكروا فيها السودان؟ السودان كلها بنجي ناكل الاكلات الشعبيه والجبنه وحاجات والقهوه. يعني انت داير السودان تجي غبيره بس. والله والله الله يديك العافيه. جينا معانا شاب. السلام عليكم. السلام ورحمه كيف الله. الاحوال؟ ان شاء الله طيب يا اخي. كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب الحمد لله. الحمد لله. من وين في السودان؟ اخوكم مصطفى ياسين، ولايه النيل الابيض كوستي. ما شاء الله. اول حاجه تحيه للوطن وتحيه للشعب السوداني وتحيه لكل الاهل الله والأصدقاء اكبر. هناك ان شاء الله. الله اكبر. طبعا غبيره زي ما انتم شايفين وزي ما عارفين يعني باعتبار الوطن الاصغر في دوله المملكه العربيه السعوديه. بالنسبه للسودانيين يعني عامه، اللي هي ملتقى يعني ثقافي اجتماعي، المطاعم السودانيه، المقاهي، اي منتجات سودانيه الواحد بيحتاجها كسوداني في المملكه العربيه السعوديه، يعني غبيره بتوفر لنا الكلام ده كله وتوفر الحمد لله. وزي ما شايفين الدنيا ما شاء الله يعني كلها سودانيين، يعني ما بتحس بغربه هنا في غبيره صراحه. صحيح. إيه. فالحمد لله يعني الدنيا هنا جميله جدا ان شاء الله. ومعانا منو؟ اخونا الهجرس طارق ادم. يا الهجرس انت بتجي غبيره ليه؟ والله يا اخي بيشيل لي اغراض كده ودار يشيل لي يعني اكلات سودانيه كده بحبها كده، دار يشيلها من هنا، وعندي اغراض سودانيه دار يشيلها من هنا وبرجع ان شاء الله. شغال انت يا الهجرس؟ الحمد لله. وما زلنا في غبيره ومعانا السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الاحوال؟ مين معانا؟ عبد الوهاب خليفه. عبد الوهاب، انت قاعد هنا في غبيره؟ ايوه قاعد في غبيره. ورايك شنو في غبيره؟ لا والله كويسه ما شاء الله، ما فيها اي مشكله وكلها فيها السودانيين والاخوان وكلها ناس ما شاء الله يعني تمثل لك شنو غبيره كده مثلا؟ يعني حاجه حلوه وتحس انه يعني انك انت قاعد في السودان. كلهم سودانيين؟ يعني الاغلبيه 90%. انا لفيت غبيره حسيت انه 90% منهم سودانيين يعني. ايوه سودانيين. ايوه وده بيديها ميزه بتاعت انه اي حاجه متوفره ممكن تلقاها. اي حاجه متوفره وكل يعني المنتجات السودانيه على اي شيء هنا موجود. كل حاجه موجوده. ايوه. شكرا لك وجزاك الله خير. يديك العافيه. بارك الله فيك. الله يسلمك. وما زلنا متواصلين ومعانا الاخ. السلام عليكم. كيف احوالك؟ والله الحمد لله. ان شاء الله طيب. والله من وين في السودان؟ من النيل الابيض. النيل الابيض. انت ليه حاسس شنو؟ انت البلد دي كلهم لقيته من النيل الابيض. اي واحد لقيته من النيل الابيض. انت بتجي غبيره ليه؟ والله يجي غبيره هنا يعني مثلا غير الحياه السودانيه يعني نشتريها من هنا زي الملابس يعني الاحتياجات كلها من غبيره. الاحتياجات السودانيه كلها من حصل. ايوه انا الشيء اللي عرفته يعني زي منفوحه للمصريين بقت غبير للسودان وجيران يعني. جيران يعني. الله يسلمك. مذكور يا حبيبنا تسلم ان شاء الله. احنا متجولين لسه متجولين في غبيره. عبد الاله نمشي وين؟ نمشي محل البن الاصلي يعني. ده البن؟ ايوه محل البن الاصلي. وين البن؟ محل بيظبط الدماغ. طبعا دي المنتجات السودانيه. ملاحظين؟ دي المنتجات السودانيه. دي في ناس عارفين الكلام ده؟ دي المنتجات السودانيه. دي شنو يا عبد الاله؟ دي المفاريك. ايوه عشان ما يقولوا ما في. دي مفاريك ودي ده الليف. وده شنو؟ الشرغرغ. ده عنده شرغرغ لكن احنا عندنا شنو؟ المصفى بتاع الجبل. وثاني؟ ده عندك الشاشه ومعاها الليفه والمفاريق وده الفحم طبعا. يعني كل الحاجات السودانيه موجوده هنا تقريبا. شايف يتحمص كيف البن عين هنا؟ ده تحميص البن. شايف؟ وده طبعا احنا طبعا لسه الحاجه دي ما وصلنا. دي لسه ما وصلنا. فده الهناي ده الدوم حتى البدايه وصل هنا. ما خلى شيء. ده البنجوليس بجميع اشكاله وانواعه.
ودي البليله العدسيه يا جماعه برضه موجوده. قال لي ده الدوم وده يعني ده الهناي بتاعه. ده طبعا هو شاله وقال لي ما عرفته لانه نحن بعيدين منه. اما ده البخور السوداني المعروف، ده البخور السوداني المعروف. دي المباخر، وقال لكم هنا كمان صاحب المحل قال لكم هنا في قرقريبه. وين القرقريبه؟ وين؟ طبعا القرقريبه دي في كثير من الناس، حتى السودانيين ما بيعرفوا القرقريبه يا جماعه. كل شيء. هذا والوحاء السوداني الفسيخ. دقيق نزهته موجود. دقيق السوداني برضه موجود. وده الفول. شهرية سكسكاني. كل انواع. شهرية سكسكانية. طيب اسمع يا جماعه، انا من المصادفه الغريبه برضه، يعني هو ما سوداني لكن عارف كل المنتجات السودانيه ومحله موفر كل الحاجات السودانيه. طيب انت رايك شنو كده في غبيره؟ والله احلى ناس واطيب ناس وما في احلى منهم. انت بتتعامل 3/4 سودانيين؟ 90% سودانيين. 90% سودانيين. وكيف عرفت البضائع السودانيه دي؟ احنا معاشرينهم من زمان، يمكن 20 سنه معاهم. 20 سنه قاعد هنا؟ نعم في غبيره. حشين محل الفواكه. نعم. كل الفواكه، محلات الفواكه. الموز كيلو 6 ريال. ايوه. عندنا البرتقال بسرعه كيلو 5. عصير سرعه حقنا بتاع السودان. سوداني لكن انت متاكد؟ متاكد كده؟ السرعه ذاته؟ ايش هو؟ في عصير 3 كيلو ب 10. برتقال عصير. كل الزبائن بتاعنا سوداني؟ سوداني. اغلب السوداني؟ اغلب السوداني. وكيف الشغل معاكم هنا؟ والله الحمد لله. سودانيين ان شاء الله كويسين، ما بتعمل مشاكل. لا كويسين. كويسين والله. خلاص معانا صاحب المحل بتاع الفواكه ده. كيف الحال؟ كيف احوالك؟ ان شاء الله كويس. الحمد لله. كم سنه انت هنا؟ هنا من 2014. 2014. انت بتتعامل اكثر حاجه مع السودانيين صح؟ السودانيين ايوه. ولقيت التعامل معهم كيف؟ والله احسن ناس السودانيين. نعم. والله احسن ناس. اخواننا وحبايبنا والله. تسلم يا اخي. مشكور يا اخو، جزاك الله خير. الله يسلمك. الخضر. الخضر وعليك. يا سلام، دي اللي بتزيد القدره. كلام. وانت رايك شنو كده في التعامل مع السودانيين؟ والله السودانيين افضل ناس عندنا. طبعا اكثر زباينكم سودانيين. اكثر زبايننا السودانيين، حبايبنا السودانيين. تسلم ان شاء الله. بجد يا عبد الاله تعبنا يا اخي، دارين ناكل لنا حاجه. ناكل شنو؟ يا اخي في اكل سوداني هنا ولا اكل سوداني في السودان تقريبا. قال في مطعم هنا فيه اكله كذا، نمشي نجرب لنا اكله سودانيه. كسره كسره وتقليه. ما في قراصه؟ خلاص نلقى، ممكن نلقى لنا قراصه، نلقى لنا شيء، نلقى لنا اي حاجه. الاسم السواق نزاد. خلاص نحن جينا مطعم، او ده المطعم. جينا خاشين مطعم ده ليالي السودان، مطعم اسمه مطعم ليالي السودان. السلام عليكم. انتوا ناس مطعم ليالي السودان؟ يا جماعه شنو الوجبات اللي قاعد تقدموها للناس؟ والله الاصناف وجبات الفطر كلها موجوده، بلدي بانواعه. نعم. كل الادامات السودانيه. ايوه. طبعا الادامات دي ما بنعرفها في السودان، كل الملحات السودانيه. الملحات السودانيه، باميه، قرع. ايوه. ايوه. فاصوليا. بطاطس. نعم. عندنا المحشي. انا داير اسالك سؤال، كل الزبائن اللي بيجوكوا سودانيين ولا غير السودانيين؟ منوع. في غير السودانيين بيجوا؟ طيب انطباعهم شنو عن الاكل السوداني؟ كده يشكروها، هي حاجه جميله. ومعانا الاخ من صادق ابراهيم عبد الباقي صالح من السودان. مرحبا بكم ونرحب بكم والله، وحبابكم في اي وقت في ليالي السودان. حبابكم ولي والله، وتشرفونا في اي وقت. الله يحييكم والله. وين المطعم بتاعكم ده؟ ليالي السودان، غبيره الشارع العام، مقبره العود. يا جماعه الكلام اللي انا قلته لكم دي غبيره، نفس الشغل اللي احنا شغالين فيها، والمطعم ده مطعم في غبيره، مطعم ليالي السودان.
يا شباب السلام عليكم، ان شاء الله طيبين يا كيف الاحوال؟ من وين انت اخونا بالبدايه؟ الحاج يوسف. حاج يوسف وين؟ شرق النيل. انتوا ناس اولاد قليوه. ايوه دي زاد. طيب يا اخي انا درست لك سؤال، انت بتجي غبيره ليه؟ والله بيجي فطور غدا اجي افرق يعني حته بتاعت السودان يعني شغال؟ هو لا شغال الحمد لله، موظف الحمد لله، امور طيبه. طيب ليه الناس في الفتره الاخيره قالوا غبيره دي بلد بتاعت عطاله وناس عطاله وما عندهم شغل؟ لا فعلا في ناس هنا مثلا بتكون عندها حروب وعندها كيف تجي بيها، لكن معظمهم شغالين موظفين يعني. انت شغال هسه؟ شغالين، الناس هنا قاعد عاطل، كل الناس دي هنا بتجي بتفطر. واخونا منو؟ عبد العزيز انا. عبد العزيز وين؟ من شرق النيل. وعبد العزيز انت بتجي غبيره هنا ليه؟ والله بجي افرق باكل بشرب. شغال ولا ما شغال؟ شغال. طيب وليه الناس بيقولوا الناس ما شغالين، ما شغالين بس بيجوا غبيره؟ لا الناس دول ما بيتكلموا سهل يا اخي. هي زول يتكلم الكلام الدايم. يا سلام شباب. سلام. كيف احوالكم؟ الحمد لله. ان شاء الله كويسين. الحمد لله. وانتم بالتحديد في المحل ليه؟ والله جينا مع صاحبنا عشان نشوف لقى البلد هنا في مطعم ليالي السودان. اشتقنا لقى البلد. اشتقتوا له؟ والليله اكلتوا شنو؟ اكلنا قراصه بالتقليه. خضره بالكسره. ودمعه. هاي ما شاء الله يعني. واخونا ده شكله كده ما موافق عليك. يا حبيبنا كيف اكلت شنو الليله؟ طبعا اخونا ده رجله عنده عمليه عشان كده. يا كفاره يا سلامتك يا خلفي سلامه يا. في كوره ولا شنو؟ كوره ايوه. هنا في البلد دي كوره؟ ما شاء الله. انت بتلعب وين كنت؟ انا في الرفاق. هنا؟ لا هناك. وين ده في الحاج يوسف؟ يوسف شرق النيل. ناس دي شنو درجه ولا؟ لا نادي عادي. نادي يعني بتلعب شنو انت؟ بلعب وسط. ما شاء الله. لعبوا هنا ما لعبتها؟ هنا لاعب. لعبت وين هنا؟ لاعب مع الشباب بس. لا والله ان شاء الله يا اخي نشوفك في النصر او نشوفك في الهلال يا اخي. لا والله يا اخي. لا ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. العميد احسن. والله احسن الاتحاد. لا اتحادي انا اتحاد. ده اتحادي؟ ايوه اتحاد بس. واخونا مين؟ ابابك وعليكم السلام ورحمه الله. كيف احوالك يا اخي؟ ان شاء الله كويس الحمد لله. 100. انت مين؟ انا نزار حامد. نزار من وين؟ من ودراوه. يا سلام. ودراوه والريف ودراوه حي الانقاذ. شفتوا يا جماعه انا قلت لكم غبيره عباره عن سودان صغير بيجمع كل الناس، يعني اسس من الحاج يوسف. لا انا من مدني. شوف طلع من مدني. والله من مدني. المنطقه صح. طيب انا داير اسالك انت بتجي غبيره ليه؟ غبيره دي بنجي مع الاخوان بنجي ندق البلد يا صاحبي زي ما شايف. الفته. الرجله. الخضره. ايوه. السلطه الخضراء. ايوه الوشوش الطيبه. نتذكر السودان. قالوا انت المعلم. كيف الاحوال؟ انت في غبيره طولت هنا؟ في غبيره لا ما طولت. كم سنه كده؟ منفوحه طولت. في منفوحه. ما خلاص منفوحه وغبيره جيران يعني. 14 سنه. 14 سنه. طيب رايك شنو عن غبيره؟ والله حلو. جميله والله. طيب والله فيها كل شيء جميل. اي حاجه جميله. اي والله. يعني بلد شغل يعني. بلد شغل والله بلد امان. طيب رايك شنو في واحدين بعض من الناس في الوسائط قالوا غبيره دي محلات بتاعت عطاله، رايك شنو؟ ما في كلام كذب. انا قدامك ده لفيت ما شايف. ما في والله ناس كذابين والله. ميديا. اي والله ميديا بس في الفاضي، والله غبيره دي احسن مكان. ومعانا اخونا ما زلنا متواصلين ومعانا اخونا ابراهيم احمد محمد. يا ابراهيم بعد ظهرت في الاواني الاخيره دي بعض الكلمات كده عن منطقه غبيره يعني يقولوا انه غبيره دي منطقه بتاعت عطاله وبتاعت رمتاله. الكلام ده رايك فيه شنو؟ والله هم غبيره دي سوق. نعم. والسوق ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال شر البقاع في الارض. نعم. لكن تاني بتعتمد على نيه الشخص اللي جاي للسوق ده. فانا ما بنكر لك انه قد يكون في شخص عاطل او اثنين عاطل، لكن ما كل الناس دي كلها عطاله. نعم. فالشيء شايفه انا حسب حكمي انا وحسب تقديراتي انا الغالبيه بيجوا لمهام محدده يعني. نعم. والغالبيه بيجوا بيشوفوا معاشهم، بيجوا بيشوفوا نشاطاتهم، يعني الصوره دي عكسي كده انا ده حسب تقديراتي انا. كنا متواصلين في غبيره بنسال عن بنشوف احوال الناس واحوالهم ومعيشتهم ونشاطاتهم الشغاله.
لقينا الاخوين، الاخ مين؟ يوسف يا اخي، الفتره اللي فاتت في حمله شرسه جدا عن غبيره. الناس بيتكلموا عن غبيره على انه بلد بتاع عطاله وانه بلد بتاع الرمتاله بالمصطلح السوداني يعني. الكلام ده جاي من وين وكيف يعني؟ هل الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ والله هو كلام ما صحيح. نعم. لانه معظم الناس اللي موجوده هنا معظمها شغاله وبتيجي تغير جو، فاهم؟ يعني بتكون قاعده مثلا بتشرب في قهوه، فالناس بتاخذ الناس القاعده دي، بتشوف الناس القاعده دي بتاخذ انه الناس دي كلها عطاله. لكن في ناس كمان دواماتهم مختلفه، في اللي بيداوم في الليل، في اللي بيداوم بالنهار، في اللي بيداوم بالعصر، فاهم كده يعني. فالناس دي معظمها على التزامات، ما بزول بيجي يقعد هنا يضيع زمن وهو عليه التزامات وقاعد في بلد غرب، فاهم؟ لكن ده طبعا يعني بعض الناس يعني بس بيحبوا يشوفوا الصوره بتاعت الناس اللي موجوده هنا في غبيره. ايوه بس ما اكثر من كده. صحيح. نعم اخونا، نحن السودانيين عامه بيجينا ناكل في بعضنا كده يعني. ايوه. فدي الحاجه قومة الحرب، دي اساس الحرب الموسفه ذاتها يعني. ايوه، انه تاكل في بعضك وتفتن وتضغط في بعض الناس كده يعني كيف انت هسه عرفتوا عادي؟ السعوديه هل في زول فيها عاطل؟ ما في، تقدر تقعد فيها صحيح عاطل. ما ممكن طبعا، ما بتقدر، صعب شديد، صعب. اي واحده من دول الخليج ده بتقدر تقعد عاطل، ليس من الناس لو اتلمت بتتلم عشان تتونس والناس للناس اصلا. طيب والكلام جا من وين يعني؟ جا من ناس دايرين يشتهروا ممكن، ولا دايرين يفتروا، وده السبب القوم الحرب يعني. صحيح. الفتنه. صحيح، فتنه. مشكورين. صح. اي واحد قاعد في منطقه يعني هو بشوف بس من وجهه نظره، هو بشوف الناس متجمعه ومتجمهره يقول خلاص انه الناس دي قاعده عطاله. كل يرى الناس بعين طبع. يعني هو شاهد وجهه نظره كده، فاهم؟ لكن الناس دي معظمها شغال، الناس دي يعني ما بتلقى زول قاعد ساي، ما بتلقى تقعد ساي اصلا، لانه بتيجي اخر السنه عليك اغامات، عليك اهل مسؤولين، عندك اسره، عندك عندك بتاع، عندك والتجمعات العاديه بتحصل يعني. ما هو في اي مكان، في اي بلد. بس شوف فيصل دي معظم في ناس قاعده، هل الناس دي كلها فالناس دي كلها قاعده ما شغاله؟ ومصداقا لكلامك نحن مشينا لقينا منفوحه كلها مصريين وقاعدين يعني، لكن ما سمعنا. اوكي ايوه المصريين، هل المصريين كلهم قاعدين عطاله؟ هو المصريين رب الشغل اكثر منا. لو في عطاله يتعطل المصريين لانهم رب الشغل، هم بيحبوا الشغل اكثر منا. لكن طبعا دي اراء بتاعت ناس طبعا، ونحن نحترم لاي زول راي واي زول كده، لكن الحقيقه نحن الان بيناه، والشباب برضه جزء من بعض الجوله بتاعتنا بينوها، وان شاء الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا لكم جزيلا. يعني نحن عندنا يعني ما شاء الله يعني ناس هم بيسيئوا لبلادنا من غير ما يشعروا. يعني في واحده يعني حضرت لها فيديو كده بتقول غبيره الكثير خيره، غبيره الكثير خير، شفتها كده. فهي قد تكون الاشاعات والكلامات بدون ما تقصد، هي تسيء المنطقه ناس المنطقه، وهي ما قاصده في بالها انها تسيء. الان نحن في حي غبيره ولافين في شوارع وكده. يا عبد الاله الحي ده شنو؟ ولا المنطقه دي بالضبط؟ دي ابراج الراجح. طبعا ناس محاسبين وناس اداريين في شركات تبع الراجح تقريبا. يعني ابراج ما هي سهله يعني، زول ما عنده وضعه المالي كويس ما بيجي دي. اغلى منطقه في غبيره. شايف الابراج؟ ما شاء الله على دي بتاعت ناس امورهم طيبه، مرتباتهم ما شاء الله عليها ووزنهم يعني. دي تبع شركه يعني اسمه شنو؟ مؤجر عليهم الشركات. فده المجمع بتاع الراجح يعني زي ما قال لكم ده مجمع الراجح يعني، كله زي ما تقول كم شفنا نحن كله عماير، كله عماير كبيره وشقق، ويعني قال لكم بيسكنوا فيها الناس الحالهم ميسور في غبيره. ومش حالهم ميسور بمعنى انه ما عندهم، لا، هنا المحلات دي كلها غاليه ليه؟ لان قاعده لها في موقع استراتيجي اللي هو في وسط الرياض تقريبا. وسط الرياض اللي هو اداه ميزه على انها تكون بلد شنو، تكون المنطقه تكون يعني غاليه نسبيا من الاحياء الثانيه، يعني مثلا زي حي منفوحه وحي خنشليله والمحلات دي. هنا الساكنين زي ما انتم شايفين حي مرتب ونظيف وشقق وكله. نحن طيب يا عبد الاله اذا جينا نتكلم عن الاحياء الثانيه، الحي الثاني، الشقه الثاني، الحي الشعبي اصلا منطقه اصلا غبيره، وين الكلام ده؟ دي ممكن تلقاه ورا المدرسه بتاعت بتقع بشارع الراجح هنا، او تقول لي الشارع العام.
من الناحية الغربية. الناحية الغربية كده نمشي جغرافية. الناحية الغربية ونشوف البيوت العريقة، البيوت الشعبية. دي المناطق الشعبية. دي المناطق الشعبية يا جماعة. يعني هي ما رخيصة، انها شعبية خلاص. بس هي اقل من الراجح شوية، لانه ديك ما شاء الله يعني زي ما قال لكم عبد الاله، دي الحي الثاني، الشق الثاني من الاحياء من حي غبيره. ده الاحياء القديمه، الحي القديمه، المباني القديمه، الحي القديم. اصلا المنطقه اصلا منطقه غبيره، وهي غاليه بالنسبه لسكان الرياض الثانيين، غالي شديد، لكن مقارنه بالحته بتاعت تمراي الراجحي ما بنفس المستوى. عشان كده هنا واغلب الساكنين هنا، اغلبهم طبعا هنا، اغلب السكان هنا السودانيين. وكده نكون خلصنا الجوله بتاعتنا وزيارتنا في غبيره. ويا عبد الاله، الراي شنو يعني في طلعنا من شنو يعني؟ طلعنا بغبيره بشنو يعني؟ والله احنا طلعنا بحاجتين. انه ما حاجه كعبه بتتحسب على المجتمع كله. نعم. ثاني شيء يعني الناس بتشتغل للمنتخب، ما بيفهم انه الناس دي كلها عطاله وما عندها موضوع. لا والله الناس دي شايله اسر وعليها حمل كبير. فالحرب دي ما خلت زول قاعد ساي، يعني ما في عاطل حسب وانا انطباعي طبعا يا جماعه عن غبيره انه منطقه جميله جدا، وفيها كل متوفره، فيها كل الاحتياجات اللي بيحتاجوا لها الاخوه المغتربين. يا جماعه والله المغتربين ديل الناس اللي قاعدين في الاغتراب وقاعدين خاصه في غبيره، والله ناس ماسكين اسر وعائلين لهم اسر، وناس يعني الواحد خلى اهله وخلى اسرته وخلى اي حاجه عشان يجي يشتغل له شغله عشان يعيل به اهله. احنا غايته انطباعنا وشفناه ووريناكم، وانتم كلكم شايفين معانا وشفتوا معانا ولفينا غبيره بمتاجرها